في موضوع منتشر جدا على تويتر يا جماعة اليومين دول. واحد بعت مشكلة لواحد شيخ بيقول له أنا عندي 18 سنة ومامتي عندها 38 سنة، واحنا قاعدين في البيت مامتي بتلبس لبس شوية مثير، يعني بتلبس شورت، بتلبس بنطلون ضيق، بتلبس بيجامات ضيقة وحاجات كده، وانا غصب عني بيحصل لي استثارة. اعمل ايه في الموضوع ده؟ هو مراهق وممكن يكون من عيلة محافظة جدا وممكن يكون مكبوت، فمش بيشوف ستات قدامه ولا يعرف بنات اصلا، وما بيشوفش غير مامته بس. اكيد مش ضد ان الست تقعد براحتها في بيتها، وطبعا ضد جدا ان الولد يفكر كده في مامته. طيب الحل ايه في مشكلة زي كده؟ هو بصراحة الشيخ رد عليه وقال له ان المفروض مامته تلبس لبس محتشم قدام ابنها لانه شاب مراهق وكبير مش صغير. فانتوا في رأيكم ايه الحل؟ انا كمان بقول هل الولد محتاج علاج نفسي؟ طيب هل الام مش مسموح لها تقعد براحتها في بيتها؟ هل الولد ما ينفعش يفكر كده في مامته؟ طب وازاي هنغرس فيه تفكير زي كده او نربيه او ننشئه على حاجة زي كده؟ ما هو خلاص فكر فيها بالطريقة دي، يعني الوقت فات. هل الحل فعلا ان الام تلبس كويس قدام ولادها؟ احنا طبعا في عالم ثالث وكل حاجة، ودي مشاكلنا اللي بنتكلم فيها، اوكي مفهوم، بس بجد مشكلة صعبة.